متى يتم صرف معاشات مارس بزيادة الجديدة والتأمينات؟ توضح كافة التفاصيل. أهلا بكم من جديد أعزائي المتابعين قناتنا الكرام. لا تنسى إعجابك بالفيديو واشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس ولكم التفاصيل. قرارات الرئيس اليوم. أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تهدف لمدة محظرة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وأعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشددا على أن جهزت الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بالزيادة الجديدة بنسبة 15 بإجمالي 74 مليار جنيه. وجه الرئيس التأمينات الشكر إلى الرئيس السيسي نيابة عن المواطنين وأصحاب المعاشات المستفيدين عنهم لحرصه على عوانهم وحمايتهم وتخفيف مطالبهم المعيشية، ورغم والتحديات العالمية التي طالت دول العالم، داعيا لله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء والازدهار. وكشف عوض أن الهيئة تعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس وستبذل قصاد جهود الإنجاز ثم رفعه لمجلس الوزراء ثم إحالته إلى البرلمان والإقرار، وتمهيدا لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تم صرفها اليوم يوم 1 مارس زيادة الأجور في مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينات بقيمة 66 مليار جنيه لعدد من 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه. وقال الرئيس السيسي في تدوينته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع بزيادة العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل. وتصرف الزيادة الجديدة يوم 1 مارس. ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت نكون أفدناكم في هذا الفيديو المهم جدا من نوعه.